بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم فيديو آخر باقي كوباية الكورتادو اللي أنا عامله أو هبده. طب بتعمل إيه هنا؟ ده موبايل الأندرويد اللي بتست بيه. الفيديو ده يمكن ملوش علاقة بالسكيورتي شوية، يعني الفيديو ده هيكون فيديو بفضفض فيه معاكم شوية. هو يعني ممكن تحسبه فيديو كليك بيت زي اللي بيعملوا الشباب الأجانب وكده، اللي هو يعني توبيك الفيديو أو التايتل الابلكيشنز اللي أنا بستخدمها كباج باونتي هانتر أو بنتريشن تيستر، وبتفيدني أنا في حياتي وفي تنظيمي للدنيا والأمور وهكذا. صراحة عشان نكون صادقين جدا، يعني أنا كنت بعتبر حاجة زي دي كليك بيت لحد ما لقيت على مستوى فترة يعني ناس كتير بتسأل بتستخدم ايه برنامج كذا تفتح منه التيرمينال، تنظم امورك في ايه، بتستخدم برنامج ايه، البراوزرز اللي بتستخدمها وهكذا. فاليوم قررت اني اعمل الفيديو ده واشارك معاكم يعني الابلكيشنز اللي معمول لها انستليشن يعني عندي، سواء على البي سي او الماك. هفتح الماك ولو في حاجة متضافة يعني كابلكيشنز هشاركها معاكم يعني عن البي سي. انا في حاجات بعملها على الماك وحاجات على البي سي بصراحه. طيب مبدئيا از بي تي او باج باونتي هانتر، اي حد ليه في السكيورتي حاليا، حتى يمكن لو ديفلوبر فالبرب لا غنى عنه في اي جهاز. حتى لو كوميونتي اديشن يبقى معاك ريبيتر حتى تبعت منه ريكوستات فيها مانيبيوليشن، تنترسبت بيه الريكوستات. لو عايز تريبيت ريكوستات كتير مثلا فتقدر تستخدم الانترودر. عندك الاكستنشنز تساعدك تطلع الفولنربيلتيز في الاوتو ريسك ديتكشن او الايرور ديتكشن، الحاجات اللي البرب بيعمل لها برضه ديتكت تلقائي وانت شغال في السبايدرنج، في الكرولينج بتاع انه يدخل يفتح في لينكات. عندك حاجات كتيره، اكستنشنز كتيره قوي مفيده في البرب. لو شغال جراف كيو ال فعندك ان كيو ال اوتورايز وانت بتست البريف اسكليشن، ممكن نبقى نعمل عنها حلقه ان شاء الله لانها لذيذه وبتوفر كتير قوي. حاجات كتير 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 البرب لا غنى عنه في حياتك لو انت باك باونتي هانتر او بنتستر. فيها يختلف هنا شويه، يقول لي انا بفضل زاب، بفضل كايدو ولا كاديو اللي لسه معمول ده. ما اعرفش، براحتك، كلها تفضيلات. انا زمان كنت بستخدم فيدلر وتشارلز عادي جدا، ولكن البرب الاكستنشنز والكوميونتي النسبه الاعلى منه بتستخدمه، فما تختلفش عن القطيع لاجل انك تتميز. يعني لو في اوبشن مخليك تختلف عن القطيع في الحاجات التانية فايش، واحنا القطيع عشان ما تستغربش كلنا بنعمل نفس الحاجه فقطيع يعني. تاني حاجه انا ما اقدرش استغنى عنها وتحديدا كبنتريشن تيستر هو تيمز. مايكروسوفت تيمز ده انستولد عندي كذلك. ليه؟ بحضر بيه كل الميتنجز. الشركه عندنا معانا ميتنج مع كلاينت 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 كلاينت، ميتنجز طول الوقت، ميتنج 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 كل يوم، 3 4 ميتنج، 2 ميتنج، 1 ميتنج. فالمايكروسوفت تيمز انستولد عندي. ديسكورد بكونتاكت بيه شويه مع الشباب، وكذلك مظبط عليه شويه انتجريشنز في شويه تشانلز بتبعت لي عليها حاجات اوتوماتيك، سواء مونيتورنج لشويه تارجتس او فولو اب لشويه سكريبتات، ديلي ستيتس لشويه بوتات انا سايبها بترن بتعمل سيرفيسز او كرون جوبس في حاجات تانية. فبستخدم ديسكورد بصراحه الحاجات دي، وبحب اقعد اتكلم يعني مع الشباب كل فين وفين. انا بقى في ديسكورد الشركه، ديسكورد انديفيدوالز حتى مع اصحابي، وانا بهنت مثلا مع حد مخزن في الشات حاجه ابعت له مسج كده يعني بتكلم معاه شويه وهكذا. واتساب فور كونتاكتنج ده اكيد. نوشن، ولما اجيب سيره نوشن فبجد نوشن بيساعدني انظم يومي بشكل انت كمشاهد ممكن لا تتخيله. نوشن ب $10 بس. انا عارف ان ممكن يكون مبلغ بالنسبه لك جدا، انا مقدر ده جدا، ونو اوفنس، نو اي اوفنس، عشان في ناس بتاخد الموضوع بشكل شخصي. انا في كومنت انا مسحته من فتره دخل يقول انت بتتكلم على $60 اكنهم مش رقم كده ولا ايه يا عم انت، راعي في غلاف بتتفرج. انا مسحت الكومنت لان حسيت في سيكه من الحفظ. انت بتنفسن عليا ليه؟ ولكن انا مقدر جدا والله، ومش قصدي حاجه، ولكن باذن الله ربنا يكرمك. و$10 و$60 مش رقم، هي بس محتاجه شويه ساعات. ربنا يكرمك ويوسع عليك ان شاء الله. نوشن بيفتح لك كل الفيتشرز بتاعته. تقدر تعمل بيجز، تيبلز، تو دو ليست، تبلان لحاجات، تعمل جرافس، تعمل صفحات اكتر، تشير مع ناس، تخفي حاجات عن الناس، تكستمايز عن الناس، تتلاعب بشكل الحاجه في اكتر من حاجه، في بالديت مثلا، في بالتيبل، في بالسكويرز مربعات كده. عندك حاجات فيها سيلكشنز، حاجات فيها بوك ماركس. نوشن تحفه بالنسبه للتنظيم. انا حتى بستخدم نوشن عشان بعمل لنفسي كل يوم تو دو ليست. تو دو ليست دي بيبقى فيها شويه حاجات، تاسكات وشغل ودنيا. انا بدخل بصحى من نومي قبل ما انام اليوم الجديد ببريبير النيو تو دو ليست. خلاص عملت بريبريشن للنيو تو دو ليست، نام اصحى الصبح رص اللي في التو دو ليست دي.
حلو الكلام. فبيساعدني جدا انظم وقتي، ببقى عارف هعمل ايه في يومي بالظبط، ما بسرحش. لو عايز اسجل فلوس، حسابات، اسجل ريبورتات الباج باونتي. ريبورتات الباج باونتي انا مسجل اغلبها عندي في نوشن، بشارها مع الشباب اوقات لو الهوستز ما فيهاش حاجه او بدل الهوستز وكده. بخزن فيها، انا عامل مستودع لكل تارجت اشتغلت عليه بالباونتيز اللي طلعتها منه، الوقت اللي اشتغلتها عليه، الفولنربيلتيز اللي سبميتد فيه، النوتس، كل حاجه كل حاجه. انا بستخدم نوشن. انا يوميا ما ينفعش اقفل نوشن، ما بق... مش بقول لك يوميا ما ينفعش افتحه، ما ينفعش ما افتحوش، اسف، لا، يوميا ما ينفعش اقفل نوشن. حلو، لان في اصلا انا هعمل ايه في يومي، فانا بقعد كل شويه اكيب لوكين اب عليه. حلو. بعد كده تليجرام نفس الموضوع، انا برضو في شويه جروبات بتابع شويه اخبار تخص الهاكينج، الدارك ويب وهكذا. نظبط عليه برضو شويه انتجريشنز، حاجات بيتعمل لها ريبورتنج. الميل بوكس عشان اتابع من الشركه، الميل الشخصي. فايرفوكس وكروم. كروم للبراوزنج العادي، وفايرفوكس للتستنج. فايرفوكس انستولد عليه مش اكستنشنز كتير، يعني انا بفتح فايرفوكس عشان اجيب لكم الاكستنشنز اللي معمول لها انستوليشن، عمل ابديت. شوف سبحان الله يا اخي، سبحان الله، انتم مرزقين يا جدعان. فتحوا خلاص. عندك بون فوكس وبلايزر والاوثنتيكيتور وفايند سيكريتس، دول الاكستنشنز اللي انا عامل لهم انستوليشن عندي في البراوزر، في فايرفوكس براوزر تيستنج يعني. خليني افتح الماك وانتوا معايا كده عشان برضه ايه اوريكم الابس، لو في ابس ما قلتهاش. هنا عندي الاوبن في بي ان، اول حاجه كنت فاتحها عشان في بعض الكلاينتس في الشركات. قدام لما تدخل في شركه يعني ربنا يكرمك، هتلاقي ان في بعض الشركات تبقى البروجكتس او الابس عندها انترنالي، فلازم تكون عندها انترنال في الشبكه، او حتى يعمل وايت ليست عندك بالاي بي بتاعك ستاتيك او حاجه عشان تاكسس الابلكيشن ده. حلو. ايه اللي بيحصل وقتها بتكونفيجر في بي ان، سواء من ناحيتك او من ناحيته، بيديك الفي بي ان تكونكت، او بتدي له انت اوبن في بي ان اي بي ستاتيك اي بي بتاعك، يعمل له وايت ليست عنده، وهكذا عشان بس تكونكت للابلكيشن وتبدا التست بروسيس بتاعته. وايه عندي السيكوال لايت داتابيز براوزر، ده ابلكيشن عشان ما تسحب الداتابيز فايلز. بستخدمه اكتر في الاندرويد ابلكيشنز، ما بسحب الداتابيز فايلز من الكوم كوم الاب دايركتوري، يعني كوم داتا اسف داتا كوم دوت اكزامبل دوت اب مثلا، ده سيكريت كده كده ونون ريتشابل، بس بحب ابص على داتابيز فايلز لو في يعني هناك، عشان ممكن يبقى في تلاعب باليوري او بالكونتنت وقتها، فتقدر تاكسس حاجات انت مش سبوز انك تاكسسها. فبحب ابص يعني اخد بصه اللي بيحصل هناك. بانستول مونجو دي بي. مونجو دي بي عشان انا المونيتورنج سيرفيس بتاعتي قايمه على مونجو دي بي، فانا بفتح مونجو دي بي من عندي من على الديفايس، وبتابع بيها يعني، بكونكت على الداتابيز، بشوف لو في كويريز اتعملت جديده، حاجه جديده دخلت، حاجه جديده خرجت، حاجه جديده اتضافت، فبتابع يعني من المونجو دي بي كونكت على اي بي الماشين وكده. بوست مان طبعا التستنج الاي بي اي، ممكن برضه تلاقي عند ديفلوبرز كتير، لا غنى عنه عند الديفلوبرز يعني. فالبوست مان تابلود له مثلا الباكج بتاعتك اللي الكلاينت مديها لك، او البروجرام مثلا مقدمها لك، تعمل لها امبورت فيد، ظبط الكونفجريشنز، اوثنتيكيشن توكن، شويه هيدرز، والبوست داتا بتاعتك، الفاريبلز وكده. خلاص انت اول دان. تقدر دلوقتي تستخدم بوست مان عشان تبعت ريكوستس، ضيف له كمان بروكسي يبعت على 127001 بتاع البرب عشان يبدا يبعت ريكوستات من اللي تعدي في البوست مان تدخل على البرب سويت كمان. انا ما بكودش غالبا على البي سي، فعلى الماك عندي فيجوال ستوديو سبلايم بعمله كنوت عادي، وبكود على الفيجوال ستوديو. عندي جيني موشن الايميوليتور، عشان اوقات بفتح حاجات على الايميوليتور، مش شرط دايما يكون موبايل اندرويد للتستنج، حاجات هتضطر تستخدم فيها الايميوليتور. او الايميوليتور كمان عاوز انبه على حته مفيده قوي هنا، الايميوليتور اوقات في بعض الابس بيباي باس فيها البروتكشن لايرز. ليه؟ لان الاب ممكن يبقى طالع معمول ازاي، معمول ان هو لو اشتغل على موبايل يابلاي اللايرز بتاعت البروتكشن زي الرود ديتكشن والاس ال بايننج، انما لو اشتغل على ايميوليتور او على ماشين ايمود مش بيابلاي يعني البروتكشن لايرز دي. ازاي او ليه ده بيحصل؟ اللي اتقال لي، او اللي انا اقتنعت بيه بصراحه، ان هم عاملين الابلكيشن ده وهو بيطلع عندهم هو عايزه يجرب على ايميوليتور، فما حطش لنفسه اي سكيورتي لايرز، ولما طلع يستخدمه على الموبايلز عادي كل اليوزرز تستخدمه موبايل، فخلاص ايميوليتور انا بس اللي هستخدمه كستيجنج، لو هجرب حاجه، هعدل حاجه، هابلاي حاجه، انما الناس بره عادي خلاص بقى خليهم يستخدموا ايه، وتظهر لهم بقى اللايرز عادي.
عادي برضه. عندي تيرميوس ده اللي انا بكونكت بيه على التيرمينال او الماشينز بتاعتي. واضح، بسيط، سهل، ما فيهوش الوان ملعبكه، كل شيء فيه بسيط. كذلك عندي الوورد والاكسل والباوربوينت عشان لو في شيتات او ريبورتات تتكتب يعني للشركه وكده. واتس، تليجرام، ديسكورد، الميل بوكس، فايرفوكس وكروم. ما عنديش اي ابلكيشن ثانيه. سلاك كذلك عشان اوقات في بعض الكلاينتس بيحب يكونتاكت على سلاك، وفي ناس برضو كذلك بتستخدم شويه انتجريشنز على سلاك. خلي سلاك عندك. بس دي كل الابلكيشنز اللي انا عامل لها انستوليشن في حياتي. طبعا لا تنسى قليلا من الوقت لراحتك الشخصيه. انا عن نفسي بحب العب ليج اوف ليجندز وفورتنايت في بعض الاحيان يعني عشان افصل شويه يعني. بتاخد لك شويه وقت ليك انت، وقت مستقطع من الكد والكفاح في يومك. Chuj z tą grą, koniec live'a na dziś, pierdolę! بس دي كل الابس اللي انا عامل لها انستليشن. اشوفكم في فيديو جديد. اتمنى ما اغيبش الغيبه دي تاني، ويكون عندي طاقه، يكون عندي كونتنت اقدمه. الفتره اللي جايه هذاكر شويه حاجات كده، واتمنى افهمها كويس وفي وقت منجز، لان دي على عكس طبيعتي. انا غبي شويه في المذاكره، فباخد وقت او الموضوع يستغرق مني وقت كتير، خصوصا اني باخد نوتس دايما وانا بذاكر. كونوا في رعايه وحفظ الله ان شاء الله. قريب ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يقدرني ويبقى عندي كونتنت اقدمه. لاني بصراحه مش عاوز او مش بحب اقدم حاجه فيها الكونتنت بتاع الكليك بيت ده اللي هو اي نيد $5000. ما بعملش كده لما ببقى عامل كده فعلا. مش $5000 لا تحسد وحات ابوك، انا مش ناقص، انا متكحرت، انا متكحرت مش ناقص. ربنا يكرمه يا رب، يا رب. كده يعني فاهم. ما بحبش اعمل حاجه فيها اللي هي تجيب فيوز. ابقى عايز لو عملت فيديو ففي كونتنت في الفيديو، في حاجه تفيد في الفيديو. غير كده مش هعمل فيديو. ما عنديش حاجه اقدمها، ما عنديش حاجه اضيفها. مش هحتسب الفيديو ده لاني قلت فيه كام تip صغيرين، شرحت ليه بحمل او الابلكيشنز دي كلها. ممكن الناس كذلك تستفاد منها جدا. ويكونوا في حفظ ورعايه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.